ده احلى منه، تعيبه. تمام، الحته دي تعيبه. الكشك الاكتاف اقل لون منه او اقل نوع، يعني اللي هو الكتف الاسود، بتقول اللي هو مش بيوكل زغليله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم علاء من قناه اتكلم حمام. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مواصفات الحمام الكشك واسعاره بالتفصيل. ايه هو الحمام الكشك وايه مواصفاته واسعاره والوانه وانواعه وكل شيء عنه بالتفصيل. حمام الكشك ده اللي هو الحمام الكشك المصري اللي هو اصله مصري. تمام، اول حاجه ديت الوانه ايه، هنقول الوانه وبعدين هنقول انواعه وبعدين نقول مواصفاته وبعدين نقول اسعاره في الاخر. تمام، الوان الحمام الكشك يعتبر من انواع الحمام اللي هي يعني لها الوان يامه. وقبل ما اقول الوانه هنقول الاسامي اللي الناس بتنادي بيها الحمام الكشك او الناس اللي مسميها الحمام الكشك بيه. اول حاجه الباب اسمه حمام كشك. تمام، تاني حاجه اللي اسمه بنيدي، والبنيدي الابيض اللي هو ده. تمام، في ناس بتقول عليه بنيدي، في ناس تاني بتقول عليه ازميلي اللي هو برضه عندنا بيسموه الازميلي الاحمر اللي هو ده، والازميلي الاسود اللي هو ده. تمام، ففي ناس برضه بتقول على ده ازميلي، وفي ناس بتقول عليهم كل الكشك مثلا بنيدي او ازميلي او بنايده او اي حاجه. المهم في الاخر اللي هو الحمام اللي قدامكم ده او الحمام الكشك. تمام، اول حاجه الوانه الاحمر، في منه الابيض، في منه الاسود، وفي منه المشمشي اللي هو مش عندنا. فالمشمشي الوحيد اللي مش عندنا من انواع والوان الحمام الكشك اللي هي لونها اسادي. تمام، اللي هي لونها ساده كده. تمام، في لون تاني منه اللي هو الاكتاف هنشوفه دلوقتي. هو الاكتاف عباره عن حمامه بيضه ساده زي دي كده، وكتافها مثلا اي لون، ممكن يكون احمر، اسود، ابيض، اي لون. الاكتاف اهي. تمام، الكشك ما ينفعش مع الزاجل لان تايه كنت جايبها عندي لغايه ما اجيب لها ذكر، فقلت اشوفها شغاله ولا لا، فسبتها مع الذكر ده، والذكر ده كان لوحده. هنشوفهم هيطلعوا ايه، وتطلعتهم ديت ان شاء الله هنذبحها، يعني مش هنخلوها، انا هشوفها بس ايه هيطلعوا ايه. ففي الاول وفي الاخر هيطلعوا حمام عظام اصلا متوسطه، وهيطلعوا حمام يعني يعتبر شبه الاسترالي كده شويه. بس هنشوف تطلعتهم ايه الله اعلم، وهنجيب لي دين تاني ونشغله تحضير، وهنجيب لها ذكر ونشغلها عادي. تمام، اللون التاني منه زي ده، ابيض سادي وكتفاته قش سمك. تمام، في منه ده. تمام، في الوان ياما طبعا، في الوان ياما واشكال ياما، اللي هو الاحمر اللي هو شبه المشمشي ده بس احمر. تمام، لونه كتاف احمر. وفي منه اللون ده اغمق اللي هو الرصاص الغامق اللي بيقول عليه قش سمك. تمام، ده بنقول عليه قش سمك، بس التاني بيقول عليه مثلا وشائي، في ناس بتقول عليه وشائي. عشان بس تعرفوا الحمام الكشك بيتسمى ازاي. وطبعا الحمام الكشك ليه اسم في كل مكان وليه اسم في كل محافظه. تاني حاجه هنقول ايه اللي هو انواعه هو من باب الكشك. تمام، انواعه من باب الكشك عامه كده، اللي هو باب لوحده ملوش انواع. ايه انواع بقى؟ انواع دي بتطلق على الوانه. تمام، يعني البنيدي لوحده، البنيدي ده لوحده ابيض، او البنيدي الابيض ده نوع لوحده، الناس مسمياه نوع لوحده اللي هو البنيدي الابيض. تمام، هتيجي عند جزء زي ده الازميلي، في منه الازميلي الاحمر، في منه الازميلي اللي هو الاسود، وفي منه الازميلي الاكوى. تمام، يعني الازميلي او الناس بتقول عليه ازميلي احمر واسود واكوى، الاحمر والاسود والاكوى دول ازميلي. تمام، هتيجي عند الحمام الاكتاف مسمينه الحمام الكشك الاكتاف، او نوع من انواع الحمام الكشك اللي هو الاكتاف، وبيسموه بقى اكتاف قشر سمك، اكتاف امري، اكتاف مثلا الاكتاف الامري ده اللي هو الاكتاف احمر، والاكتاف مثلا البندقي اللي هو اكتاف برتقاني. تمام، والاكتاف قشر سمك اللي هو اكتاف لونه زي لون السمك، او الاكتاف القشاي اللي هو برضه اكتافه رصاصي. دي انواعه والوانه. ان شاء الله هنقول في اخر الفيديو كام ميزه كده في الحمام الكشك تخليك تجيبه، او مميزاته وعيوبه. تمام، اول حاجه مواصفاته، الشرابات ديت. تمام، تكون مغطيه رجليه ولا معديه زي الشرابات. في انواع مش مغطيه رجليها وفي انواع ما فيش خالص. الشرابات دي ولا تعدي رجليه ولا تبقى مثلا ما فيش، او يعني بمعنى صح كده تكون شراباتها فاضيه، او يعني رجلها فاضيه زي الزجل كده بالظبط. عندك البرنيطه والدبوس، البرنيطه والدبوس لازم تكون فيه. تمام، زي الشرابات بالظبط لازم تكون فيه. المنجار قصير، كل ما يبقى اقصر كل ما يبقى احسن. عندك نوع زي ده كده، بصوا المنجار، بصوا منجار الحمام، بصوا ده بقى، بصوا ده احلى منه. تمام، فده اغلى منه. وهنتكلم دلوقتي في موضوع الاسعار. فالمنجر القصير والشربات والبرنيطه والفله، الفله ديت اللي بتبقى على السد، الفله دي. تمام، هنشوفوها برضو بشكل اوضح. الفله دي حلو، الفله اللي على السد، الفله ديت موجوده في اي نوع حمام كشك، ما بتبانش في الزغاليل قوي، يعني دي الزغاليل اهي مش باينه فيها قوي. تمام، بتبان خط كده، بس هي ما بتبانش في الزغليل اللي هو يعني ايه تبان واضحه. تمام، خط صغير. من الحاجات اللي هي لازم تكون في الحمام الكشك او البنادي اللي هو ايه الجسر. تمام، الجسر ده اللي هو ايه حمامه تكون جصفر. الحمام كل ما تكون اقصر كل ما تكون احسن. تمام، اول حاجه ديت الحمام ده مثلا لو اقصر من ده يبقى اغلى. لو نفس المواصفات ونفس مثلا المنجار ونفس البرنيطه والشربات والفله، وهم مثلا نوع اكثر من الثاني، الاكثر هو الاحسن. تمام، عشان بس توصل لك الاكثر هو الاحسن. او الحمام كل ما تكون اصغر او اصغر في الحجم يعني، او الجسم بتاعها تكون مش طويله زي الغزار. الغزار مثلا كل ما يبقى اطول كل ما يبقى احسن، عكس مثلا الحمام الكشك اللي هو كل ما يبقى اقصر كل ما يبقى احسن. تمام،
لو انت هتجيب نوع زي الاحمر كشك او الابيض كشك مثلا او البنيدي يعني عشان بس الناس ما تتخبلش، او الاسود كشك او المشمشي، الالوان الساده ديت لازم تكون ساده تمام. ابيض ساده ما ينفعش يبقى فيه اي لون في الجسم، اسود ساده، احمر ساده، اي لون تاني ما ينفعش تمام. اي لون في الجسم مهما كان هو ايه ما ينفعش. الاحمر ده ما ينفعش يبقى فيه ابيض، الابيض ما ينفعش يبقى فيه اسود، الاسود ما ينفعش يبقى فيه ابيض او احمر. المواصفات بتاعت الحمام هي اللي بتحدد نوع الحمام كويس ولا مش كويس تمام. الاكتاف برضو لازم يكون ساده، الاكتاف لازم تكون ساده. اما بالنسبه للاكتاف دي لازم تكون ساده تمام، ابيض ساده، والكتف بس لونه، الكتف بس يكون لونه ايه، اسود احمر، اللي على حسب اللون يعني، عامه على حسب اللون، مش هقول لك لون معين. كتف بس، والحته ديت ماشي ممكن تعدي في اغلب الحمام موجوده فممكن تعدي شويه. اما البطن اهي بصوا، ولا خلينا في اللون الواضح تمام. ورد الحمام البطن اهي، شايف الحته ديت، شايف الحته السوداء دي تعيبه تمام، الحته دي تعيبه. هتقول لي ده ريشه واحده بس تعيبه، لو ريشه واحده بس تعيبه تمام. هتيجي مثلا عند الفرد الثاني، البطن بيضه ساده حتى الديل تمام، الديل ابيض ساده، الكتف بس اللي هو لون واحد، الكتف بس تمام. فلو حته بسيطه بس، حته بسيطه نقطه تعيبه، النقطه ديت تعيبه. انت ديت شايف البطن بيضه ساده، البطن لازم تكون ابيض ساده تمام. تجيب حمام كشك كتاف لازم يكون الكتف لوحده، اللون اللي انت هتجيبه اللي هو الاسود او الاحمر او المشمشي او اي لون تاني. نقول اسعار الحمام الكشك او البنيني. اسعار الحمام الكشك بتختلف على حسب اللون، يعني عندك اقل لون فيهم او اقل نوع فيهم اللي هو البنيدي ده تمام، اقل لون تمام. الاحمر يعتبر من احسن الالوان اللي هي مش موجوده ياما. اقول لكم ده ليه اقل لون تمام، اقل لون عشان هو مثلا يعني موجود ياما تمام، موجود ياما فاقل لون او موجود عند كل الناس. ده قليل شويه تمام، ده برضو قليل شويه تمام، عشان بس الناس تعرف ايه يعني هي ماشيه ازاي او الحمام ماشي ازاي. فاسعار الحمام الكشك او البنيدي ده الابيض بيعمل له في حمام دلوقتي بعد غلا الكلفه، انا بتكلم بعد غلا الكلفه اللي هو 2023 الاسعار الجايه يعني. الجوز ده هيعمل له من 150 وطالع تمام، وفي انواع في السوق هتلاقيها ب 100 جنيه، اللي هي انواع يعني اقول لك المنجار طويل قوي او المنجار تحس اللي هو منجار اسطوانه تلتيه، ده مش حمام كشك اللي انت بتجيبه من السوق ده مش حمام اساسا تمام. الانواع الكشك الحلوه اللي هي منجار مثلا ولا طويل ولا قصير، اللي هو مش قصير خالص اللي هو قاطع، لا زي ده كده مثلا، ده منجار مناسب تمام، اللي هو ولا قصير خالص ولا هو قطع ولا هو مثلا اللي هو يعني طويل زي التلتين، ده حاجه ما بينهم كده، فده يعمل 150 وطالع للجوز الشغال. اما الزغاليل بتاعته هتعمل لها 70 80 في الحدود ديت. الجوز ده هيعمل له من 200 وطالع، وممكن تلاقي حمام منه ب 150 في السوق، اما الزغاليل بتاعته هتعمل لها من 100 وطالع تمام. نيجي بقى عند الاسود هيعمل له في حدود ما بين 120 لغايه 180، والزغاليل بتاعته هتعمل لها من 80 و90 لغايه 100 تمام. ندخل بقى على الكشك الاكتاف. بالنسبه للكشك الاكتاف اقل لون منه او اقل نوع يعني اللي هو الكتف الاسود تمام، عشان موجود ياما. اما اللي بعده الجيش السمك او القشاي تمام. اللي بعده بقى ده المشمشي. اللي بعدهم خالص بقى اللي مستحيل تلاقيه، اللي هتلاقيه كل سنه مثلا تشوفه كل سنه، واللي عند الناس انصحك ما تبيعهوش، لو عندك ما تبيعهوش، اللي هو ايه، الكشك ده اللي هو الاكتاف احمر تمام. الكشك اللي اكتاف احمر يعتبر من احسن انواع الحمام الكشك، ويعتبر من اجملهم، وكمان قليل خالص، قليل مش موجود اساسا. يعني لو انت بتنزل سوق الحمام اكيد مش هتلاقيه كل سوق، او اكيد مش هتلاقيه ياما او موجود ياما تمام، او لو لقيته هتلاقيه مثلا مش بعدد ياما. الجوز الشغال من ده بيعملوا 150 وطالع، اما الجوز ده بيعملوا 130 120 في الحدود ديت، اما الجوز الاحمر بيعمل لهم 200، اقل جوز احمر ب 200 تمام. اما المشمشي بيعمل لهم 180 170 في الحدود ديت. فالاكتاف كله او الكشك عامه يعني كل اسعاره قد بعضيه، كل اسعاره قريبه من بعضها. انا هقول لك على كام ميزه في اي نوع حمام كشك او في النوع ده بالذات، او في النوع ده تخليك تجيب منه جوز او 2 على الاقل. اول ميزه فيه اللي هو بيتنشي كويس، وهينفعك لو انت بتنشي حمام، وهينفعك مثلا لو انت عايز تنشي. عندي فرد منه 2، والاسود والكتافات كمان، بس الكتافات طايره. انا عندي منه 4، وان شاء الله هنشي كمان 2 تمام. اللي هو الفرد اللي طالع ده، الفرد اللي طالع ده تمام. الحاجات اللي انا هقولها لك ديت مهمه جدا لو انت مثلا يعني بتحب الحمام الكشك او ناوي تجيبه او بتفكر تجيبه. اللي فات كل حاجه واللي جاي حاجه ثانيه خالص. حاجات ياما هقولها لك دلوقتي لو بتفكر تجيب الحمام الكشك هخليك تجيبه. اول حاجه زي ما قلت لك اللي هو بيتنشى كويس. ثاني حاجه ومهمه جدا اللي هو بيحضن زغليله او بيضه تمام. بصوا في ناس بتقول اللي هو مش بياكل زغليله، اهو الجوز اهو قدامكم اهو تمام. حاجه هتخليك تجيب الحمام الكشك على طول، اللي هو حمامه حلوه، حمامه كمان قصفه، حمامه زيني، حمامه شكلها حلو. وفي ناس بتقول اللي هي من انواع الحمام الزيني تمام. الحاجه اللي بعديه اللي هي الحمام الكشك مثلا بيحب صاحبه وبيحب بيته، وحمامه نغشه كده بتحب تلعب تمام. الحمامه ذات نفسها بتحب تلعب. بصوا اي نوع كده، مش مثلا فرد حمام
ولا اي حاجه من ديت، اي نوع تمام، تلاقيها حمامه اليفه كده على صاحبها وبتحب صاحبها وبتحب تلعب كده، بتحب تلعب تمام. فانا بقول لك يعني حمام حلوه، انصحك ان انت تجيبه، يعتبر من اول الانواع اللي لازم تجيبه بعد الزاجل يعني. لو انت عندك اي سؤال او اي موضوع اكتب في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. لو السؤال يخصك انت لوحدك كلمني على الفيس او التيك توك، انا عندي صفحه على الفيس والتيك توك اسمها اتكلم حمام. يعني كده خلصت الفيديو، وكان معاكم علاء من قناه اتكلم حمام. سلام.